تخيل تفتح عينيك الصبح، لكن النهاردة مختلف. مفيش نعاس ولا رغبة في الراحة، وجسمك مش محتاج ينام. تعدي ساعات وساعات، عينيك ثابتة، دماغك شغالة، بس جواك في حاجة غريبة، كأنك دخلت لعبة ضد الطبيعة. أهلا بيكم في سلسلة ماذا لو، المكان اللي بنقلب فيه الدنيا ونفكر مع بعض في أسئلة محدش بيسألها، بس لو سألتها مش هتعرف ترجع زي ما كنت. النهاردة هنتكلم عن أغرب سيناريو ممكن يحصل للبشرية. ماذا لو الناس كلها بطلت تنام؟ استعد، لأن الرحلة دي هتوصلك لمرحلة مرعبة من التفكير يمكن ما تنامش بعدها فعلا. الفصل الأول: ليه بننام أصلا؟ أول حاجة لازم نسألها، هو إحنا ليه بننام؟ هل النوم رفاهية؟ حاجة كده ربنا خلقها عشان نرتاح وخلاص؟ العلم بيقول العكس تماما. النوم مش بس للراحة، دي عملية حيوية. جسمك بيصلح نفسه، مخك بينظف السموم، وذكرياتك بتترتب. تخيل مخك كمكتبة كبيرة جدا، النوم هو اللي بيظبط الرفوف ويحذف الفايلات التالفة، ومن غيره المكتبة دي بتتحول لفوضى، وانت كمان. الفصل الثاني: يوم واحد بدون نوم. البداية: يوم أول بدون نوم مفيش مشكلة، هتحس بطاقة غريبة، هتنجز حاجات كتير، وهتقول لنفسك أنا أقوى من النوم، ممكن أعيش كده للأبد. لكن بعد 24 ساعة تبدأ أول أعراض الانهيار. عينك تحمر، تركيزك يقل، ردود فعلك تتأخر، مزاجك يتحول لجحيم، كأنك سكران أو داخل في دوخة عميقة بس مش قادر توقفها. الفصل الثالث: بعد 72 ساعة جسمك بينهار. بعد 3 أيام بدون نوم تبدأ الكارثة. هلوسة سمعية وبصرية، عقلك بيخترع أصواتا وأشخاصا مش موجودين، جسمك بيرتعش، ضربات قلبك بتتلخبط، وبعدها تبدأ تفقد الإحساس بالزمن. مش عارف دي نهار ولا ليل ولا حتى اليوم الكام. العلماء بيقولوا إن أطول مدة إنسان عاشها من غير نوم كانت حوالي 11 يوما، واسمه راندي غاردنر، سنة 1964. وفي اليوم 11 كان حرفياً بيتكلم مع ناس مش موجودين. الفصل الرابع: تخيل لو دي حالة كل البشر. لو كل البشر بطلوا يناموا، الدنيا هتولع حرفياً. في أول أسبوع الإنتاج هيزيد، الناس هتشتغل 24 ساعة، المواصلات مش هتوقف، الإنترنت هيشتغل بدون توقف. بس بعد أسبوعين المستشفيات تتملي مرضى نفسيين، الناس تبدأ تضرب بعضها في الشوارع، الانتحار يزيد، المجتمعات تنهار. مفيش راحة، مفيش سلام، كلنا حنعيش في كابوس مفتوح. الفصل الخامس: من غير نوم مخك بيتحول لإيه؟ هل تعرف إنه النوم هو اللي بيحافظ على قدرتك على التمييز بين الواقع والخيال؟ لو منعنا النوم هتفقد السيطرة على عقلك، زي الكمبيوتر اللي مش بيعمل ريستارت أبداً، حيعلق في الآخر. مخك حيبطل يفرز الدوبامين، هرمون السعادة، وهرمون الكورتيزول، التوتر حيزيد، ومناعتك تنهار تماماً.
يعني حرفياً من غير نوم أنت جسم حي بيستعد يموت ببطء. الفصل السادس. طيب، لو لقينا بديل للنوم، خلينا نحلم شوية. لو العلماء اخترعوا كبسولة تغنيك عن النوم، تاخدها فتدي لجسمك كل الفوائد من غير ما تغمض عينك، هتعيش أكتر؟ بس هتخسر حاجات كتير: الأحلام، الإبداع، التأمل، الراحة النفسية. اللي مش بياخد بريك بينفجر. حتى الآلات محتاجة تقف، تتشحن، تتصلح، فما بالك بالبشر؟